لحظة واحدة، عارف ايه هو اخطر سجن ممكن تعيش فيه؟ انك تصحى كل يوم وتروح شغلك وانت حاسس ان روحك بتتسحب منك. الخوف مش دايما بيمنعك من البداية، اوقات بيخليك تكمل في طريق مش شبهك، عشان المرتب، عشان كلام الناس، عشان خايف تبدأ من جديد. خلي بالك، لما الخوف بيبقى هو اللي بيسوق قراراتك، انت مش عايش، انت مجرد انك بتنجو وخلاص. الانسان وهو مطمن بيطلع احسن نسخة من نفسه، لكن وهو مرعوب بقى، نص طاقته بتضيع في القلق مش في الشغل. فخدها مني قاعدة: مش كل طريق صعب يبقى غلط، لكن اي طريق بيقتلك من جوه كل يوم لازم تراجع نفسك فيه. اعمل اللي انت مؤمن بيه، واسعى بكل قوتك، وسيب النتيجة على ربنا، لان عمرك اغلى من انك تعيشه اسير للخوف. وركز في ورقتك وبس كده. سلام.